هذه مقالة للكاتب ديف كيد عن جوزيه مورينيو بصحيفة السن كاتبها جوزيه از نوت فلاجينج، جوزيه ما يذمر. راح تجيب لكم ابرز ما ذكره. رغم ان الاسكتلندي جرام سونز درب جالاتاساراي موسم واحد بس، الا ان الجماهير التركية لا تزال تذكر حركته الشهيرة بغرس علم نادي بمنتصف ملعب الخصم في البخشة عام 96. صورة مثل هذه لا تزال تثير الجدل بين انصار الناديين رغم مرور 28 سنة عليها. سونز لا يزال يتذكر اسطنبول، هذه المدينة اللي تسودها الفوضى بحركة المرور والازدحام فيها بمساجد كثيرة، بالخوف والكراهية بين غالاتاساراي وفنربخشة والديربي الشهير بينهم. في السابق مع جالاتاساراي كان سونز يثير الجدل. حاليا إدارة فنربخشة عينت جوزيه مورينيو كمدرب آخر مثير للجدل. جوزيه عقده مع النادي التركي 2 سنين بس، ممكن هو ما يعمل بالأندية اللي دربها، فممكن 2 سنين ويغادر خلاص، أو ممكن قابل للتجديد ينجح ويكملوا معه. مورينيو أثبت جدارته كمحلل، لكن كمدرب السنوات الأخيرة ما كان مميز وما كان يدرب أندية كبرى. كمحلل كان جريء وهو ينتقد مثلا مقترحات أرسن فينجر وتمثيل فينيسيوس جونيور، وما ننسى صورته الشهيرة مع موجود بيلينغهام اللي تحبه مثل ما قال ولدها. الموسم القادم في البريمير ليج راح يكون موسم المدربين الصلعان، وما راح يكون لجوزيه مكان بالكرة الإنجليزية بعد إقالة من تدريب توتنهام. البعض يتوقع ممكن يدرب ويست هام وبرايتون هوف ألبيون، لكن اختار الدوري التركي اللي أقل ضغوطات وتركيز إعلامي. مع فنربخشة راح يعمل جوزيه مع لاعبين لعبوا في البريمير ليج مثل فريد إيدين جيكو، دوسون تافيتش، ميتشي بالتروي، ومن يدري ممكن بعض اللاعبين ينضمون له اللي سبق لهم لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. يقول ديف كيد كاتب المقالة هذه بأن جوزيه اعترف بأن مسيرته التدريبية فيه هبوط، وأنه قد لا يدرب أندية كبيرة بالمستقبل.